أشهر سؤال بنسمعه في العيادة كل يوم: يا دكتور، هل عملية الغضروف ناجحة؟ خليني أحكي لك الموضوع ببساطة. زمان كانت عملية الغضروف صعبة جدا والنتائج بتاعتها مش مرضية لا للطبيب ولا للمريض. دلوقتي بنعمل العملية بأساليب جراحية دقيقة جدا مختلفة. ممكن تسمع عن المنظار أو التردد الحراري أو حقن الأوزون أو استئصال غضروف فقط أو تثبيت بشرايح مسامير. كل دي أساليب جديدة. الفكرة هنا مش في العملية نفسها، بل اختيار المريض المناسب والحضور في الوقت المناسب. أوقات كتير بيكون السبب إن العملية مش ناجحة هو تأخر المريض عن الإجراء المناسب، بمعنى إن المريض بيخاف يعمل العملية. المشكلة هنا مش في العملية نفسها، المشكلة إن المريض بيخاف، ولما بيخاف بيتأخر، ولما يتأخر تبدأ الأعصاب تتأثر، فالحركة تتأثر، التحكم في المثانة يتأثر، ممكن الانتصاب يتأثر ويجي في وقت متأخر، ووقتها يقول العملية ما نجحتش. احنا في الوقت ده بنعمل العملية علشان خاطر ننقذ ما يمكن إنقاذه. فالمفتاح هنا إن حضرتك تيجي بدري وناخد الإجراء المناسب في الوقت المناسب. فلو عندك مشكلة في العمود الفقري تقدر تنورنا واحنا هنفيدك باللي يناسب حالتك. أنا الدكتور عبده حمدي، ولو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تسيبها في الكومنتات واحنا هنرد عليه.